يلا نحضر شنطة السفر اللي رايحة الساحل. احنا طالعين الساحل يومين 3 كده قبل زحمة الصيف، نبقى طالعين كده البحر والهدوء من غير ولا زحمة ولا سهر ولا اي حاجة خالص. تعالوا نشوف هاخد ايه معايا ل3 ايام سفر بالظبط. اول حاجة دراسز، وبجد المرة دي واخدة لبس على قد بالظبط، يا دوبك حاجتين زيادة بالكتير قوي. دول 2 سيتس او 3 سيتس مش عارفة بالظبط قد ايه، و2 توبس تقريبا، برضو حاجات على قد بالظبط. السويم سوتس والكفر اب، وانا متأكدة اني مش هنزل البحر عشان هناك الدنيا بتمطر وبرق ورعد، متأكدة الجو هيبقى برد على حظي انا. واخدت 2 جاكيتس، واحد جينز فاتح وواحد جينز اسود. شنط الساحل والبحر اللي بموت فيها. اخدت 2 سليبرز، ولبس الجيم لاول مره، عايزه ابقى بتعود لما اروح اوتيل ابقى بتمرن في الاوتيل عادي، خصوصا ان السفريه دي ولا هنزل فيها البحر الصبح عشان الجو برد، ولا هسهر بالليل عشان الساحل مقفول. حبيبه قلبي اللي ما اقدرش استغنى عنها، ولبس الصلاه، وده سويم سوت جديد هعمل لكم انبوكسنج هناك. اكتر حاجتين ما اقدرش استغنى عنهم، دي اللي بتشيلي كل الميك اب، ودي اللي بتشيلي كل سكين كير برودكتس. على ما اعتقد انا كده خلصت، وبما انها سفريه خفيفه ولذيذه ما فيهاش خروج كتير، فانا مش واخده معايا لبس كتير قوي، وهناك برضو هنكتشف ان شاء الله. يا ريت لو نسيت حاجه تكتبوها لي في الكومنتس عشان الحق احطها في الشنطه قبل ما اسافر. انا نسيت اهم حاجه اللي بتخليني اعرف اعمل لكم فيديوز وانا مسافره، ترايبود الصغنون بتاعي اللي ما اقدرش استغنى عنه في اي حته في الحياه. بس كده استنوا الفيديوز اللي جايه عشان تعرفوا انا هروح اقعد فين في الساحل، واوريكم كل حاجه انا بعملها هناك. باي باي.